السلام عليكم. تصريح خطير من لاعب فنربخشة التركي ساماتا يفاجئ به النادي الأهلي، ويفجر مفاجأة كبرى بخصوص انتقاله إلى النادي الأهلي، ويصفع بيراميدز والزمالك. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. أشارت بعض التقارير التركية أن مهاجم فنربخشة التركي الزنبي ساماتا أنه سينتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. فقد صرح مهاجم فنربخشة ساماتا وأدلى بتصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية، وقال: بالفعل هناك مفاوضات بيني وبين النادي الأهلي وأوشكت على الانتهاء، فأنا أتمنى الانضمام إلى النادي الأهلي. فالنادي الأهلي هو نادي القرن الإفريقي، وهو حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، وسيشارك في كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية في شهر ديسمبر القادم، وأنا أتمنى أن أشارك مع النادي الأهلي في هذه البطولة العالمية لأنني لم أشارك فيها من قبل. وأيضا هناك دور السوبر الإفريقي الذي سيبدأ في أغسطس القادم، وهذه البطولة هي الأولى من نوعها في إفريقيا، وأتمنى التتويج بها مع النادي الأهلي. فالنادي الأهلي لا يقل أبدا عن الأندية الأوروبية الكبرى، فأنا من وجهة نظري أن النادي الأهلي لا يقل عن فنربخشة التركي، بل هو أكبر منه، لأن النادي الأهلي دائما يشارك في كأس العالم للأندية، والأندية التركية لم تتأهل من الأساس للمشاركة في مونديال الأندية من قبل. ولكن أنا رفضت عروض من الأندية المصرية مثل الزمالك وبيراميدز، وهم أغروني بالمال، ولكن أنا أمنيتي أن ألعب للنادي الأهلي، لأن الأموال سوف تأتي بعد ذلك من خلال الفوز بالبطولات، لأن الزمالك وبيراميدز لن يأخذوا بطولة في وجود النادي الأهلي. وفي النهاية، لو أنت محب للنادي الأهلي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.